عارفين الحلة دي فيها ايه؟ تعالوا يلا مع بعض نشوف فيها ايه. واو، ورق عنب، الله على الجمال. في حد ما بيحبش ورق العنب؟ اكيد كلنا بنحب ورق العنب، بس لما نيجي نعمله في ناس بتعمل تكات وفي ناس بتعمل ورق العنب عادي جدا. اول حاجه تخلي بالك منها لما تجيبي ورق العنب لازم تنقعيه ساعتين، علشان ورق العنب بيبقى فيه رمل ناعم ويتغسل كويس ويتشطف كويس. اما بقى الخلطه بتاعته فبتتعمل عادي زي اي محشي، بس في تكه برضو جميله لازم تعمليها. فصين توم مع نص معلقه فلفل اسود وتدقيهم مع بعض وتحطيهم على الخلطه وانتي بتحشي. وفي ناس بتحط لحمه مفرومه، بتدي التوم بيدي طعم جميل جدا. لو حطيتي لحمه مفرومه ما تحطيش توم، لكن لو من غير لحمه مفرومه حطي التوم ودوقي وشمي احلى ريحه ورق عنب في الدنيا. ودي فراخ بلدي سلقتها مع ورق العنب وهدخلها الفرن. ولازم التكه بتاعت شرايح الليمون، تقطعي شرايح الليمون وتحطيه على وش الحله زي ما انا حطاه كده، هيديكي طعم جميل جدا وبيدي مزازه حلوه. وورق العنب من المأكولات الجميله جدا واللي المصريين مشهوره بيه. يا رب اكون قلت لكم حاجه مفيده. التكات البسيطة دي يا جماعة ما تنسوهاش، وما تنسوش غسيل ورق العنب. بأكد عليكم تاني، واللي هتعمل الأكلة دي بألف هنا وبألف هنا على قلبك يا حبيبتي، وبألف هنا وشفا على قلبك. واقول لكم بقى يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ويا رب تكونوا استفدتم. اللي اتفرجت وعجبها الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي عندي في القناة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.